واخيرا الحسكه رجعت لاهلها بعد سنين طويله من العذاب والويلات اللي مرقت على ارض الحسكه. ما ضل لون وما ضل صنت الا ومرق واحتل هذه المنطقه. اليوم بعد هاي السنين كلها انتهت المعاناه ورجعوا اهل الحسكه من عرب وكرد يحتضنوا بعض على ارضهم وبين بيوتهم بارزاقهم بعد سنوات من التهجير والعذاب. مبارك لاهلنا في الحسكه، مبارك لاهلنا الكرد اللي موجودين في المنطقه هناك، واهلنا العرب ايضا. رجعوا العرب والكرد حطوا ايديهم بايدين بعض، وباذن الله رح يبنوا منطقتهم بعد السنوات الطويله اللي كان ميليشيا قسد متخذتها مقرات لها وعم تسرق وتنهب خيراتها. سنوات طويله وميليشيا قسد زرعت بروس اهلنا الموجودين هناك من كرد افكار شيطانيه بتفرق بين العرب والكرد. ولكن اليوم باذن الله بعد ما رجعت السياده الحكوميه على هذه الارض، باذن الله راح تعمر وراح تبنى باذن الله. اليوم الحسكه وبكره اماكن اخرى فيها عصابات متمرده وعم تحاول تقسم سوريا. سوريا ما بتتقسم، سوريا من الباب للباب باذن الله واحده. باذن الله راح تبقى باهلها وشبابها، وما في مكون له فضل على مكون الا بحب البلد وببناء هي البلد. وباذن الله كل الاطياف وكل المجتمعات السوريه راح تحط ايديها بايدين بعض وراح تبدا بناء بسوريا، لانه سوريا تستحق بعد هذا العذاب كلياته ترجع تنهض من تحت الركام يلي عائله الاسد وغيرها حطونا فيه. باذن الله سوريا باتجاه مقدمه الدول، وسنوات قليله ان شاء الله راح نشوف سوريا بمكان غير اللي فيها اليوم. مبارك لاهلنا في الحسكه.